السلام عليكم، كي عاملين خوتي؟ مزيانين؟ نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. ها هو كيفاش كيجي غزال، شهيتكم في هاد الصفوف كيجي غزال ما شاء الله. ودابا غندوزو نحمصو الدقيق والجنجلان واللوز ان شاء الله يا ربي. يلا خليكم معايا. دابا عندي البيان كنمسحو واحد الدرافه زكا مزيان، وكنرشو بالزيت وكندخلو الفران. والدقيق انا كنعملو في الفران، نتوما عملوه فيما بغيتو تحمروه في كوكو تحمروه في الفران، كيسهل عليك دغيا شويه. وعندي هنايا 6 كيلو د الدقيق، زدت عليها واحد 100 غرام 600 غرام باش ملي كتحمصو كيرجع 500 غرام صافي، ما كيبقاش وما كيتحمص كيقلل صافي. انا غنعمل معكم غير هاد الكميه اللي غنعمل انا غنحضرها معكم. ها هو الطحين كيتحمص مره كنحركو، وبين عندي نتاحيت حتى هو عاود كيتحمر. ما نساليهم عاود نعمل اللوز والجنجلان ولا ماشي نسالي. ها هو اللوز عملته يغلى في الماء ونقيته وخليته يبس، ودابا غنقليه في الزيت بارده. وهاد الزيت اللي قليت فيها هي اللي غنجمع بها اللوز. انا ماشيه معكم مرحله. دابا غندوزو نطحنو. عندي هنايا الجنجلان نحمصته مزيان، والنافع طفيت الفران، وحبه حلاوه عاد خشيته باش ما يتحرق ليش. واللوز سلقته ونقيته خليته يبس مزيان، وديك الساعه قليته في الزيت بارده. وهذا اللوز عندي ممسوح بالفوطه فازكه وحمرته مزيان حتى رجعت المحمصه ديالو من داخل حمراء. وهذا البيان انا مسحته مزيان ورشيته بشويه د الزيت وعملته حتى هو في الفرن. ودابا غندوزو نطحنو بسم الله. والمقادير غنخليهم لكم في صندوق الوصف. ها هو عندي نص كيلو د الجنجلان، 4 كيلو غنطحنو و4 كيلو غنخليه بالروح. غنطحنو شي غنعملو هيدا وغنطحن هادو وهذا اللوز عندي 4 كيلو. هذاك غنطحنو مزيان، هذاك اللي فيه البيا محمص في الفران غنطحنو، وهذا غنهرمشو. ها هو انا طحنت النافع، نمنع غنغربلوشي. ها هو طحن لي مزيان. واللي ما عندوش هاد المواكن يخلط المقادير كامله مع بعضيتها ويديها مع الطحين ويديها نعندمو ليه. هما دابا كاينين موجودين كيطحنوا هذيك الحوانات، الالات كاينين موجودين كيطحنوها وكيرجعوها معلكه. دابا غنهرمش هذا اللوز. هاد الماكينه خصكم تاكدوا منها الا كانت عندكم. مبغيتش نطحنو مزيان، هرمشتو الكاوكاو طحنتو ترجع بخاليني. عملتلو شويه د الزيت هذاك اللي قليت به اللوز ودابا طحنت به شويه. اللوز اللي مقلي ما طحنتوش مزيان. ها هو فين هو نتوعي في الهشوار. بسم الله. دابا غنبداو، وصلنا للمرحله اللي غنخلطو فيها. هو عندي كلشي المقادير كاملين، ودابا غنبداو بسم الله. توكلنا على الله. ها هو عندي الدقيق، عملت المقادير نص كيلو د الدقيق
ودابا نبدا. هذا عندي اللوز مهرمش، وهذا عندي اللوز مطحون. عندي الزنجلان مهرمش، والزنجلان مطحون. ملي كنبدا نعدل هادشي كنعدلو بحب وفرحه. وهنايا عندي النافع 3 د المغارف، هنايا عندي قرفه 3 د المغارف. وملي كنبداو نعملو هادشي كيكون عندنا الريحه غزاله طالعه من راس الحومه. وهنايا حبه حلاوه حتى هي 3 د المغارف. هنايا عندي المسكه، مسكه حره مطبوخه مع السكر. هنايا عندي الجنجلان ما مطحونش. ودابا غنزيد الملحه، ضروريه الملحه باش كتعوضنا الذوق. ها هي شويه د الملحه. دابا نعطيتكم المقادير ديال كيلو، انا عملت غير نص كيلو. عندي كيلو مغروفه ونص د القرفه، ومغروفه ونص د النافع، ومغروفه ونص حبه حلاوه. ودابا غنخلط هادشي مزيان. وهذا اللوز اللي عندي مقلي ومطحون، وعاد عندي هاد البيان بخاليني ها هو فين هو. دابا غنخلط هادشي كامل. بلاتي نزيد واحد شويه د اللوز. بقالي هنايا فاضلها شويه ما هزاتوش شي ديك الزلوفه. وغنخلط هادشي كامل بيدي هيدا مع بعضيتو كامل. كتكون الاجواء غزاله الصراحه. هيدا علمونا والدينا. تبارك الله. عندي كيف الدقيق كيف المقادير، قد وكل واحد كيعمل على قد الميزانيه اللي عنده. بغى يعمل كيلو د الدقيق ويعمل نص كيلو د اللوز. تبارك الله كل واحد وشني كيعمل. المهم كيعدل كيفرح الوليدات ديالو يا بالقليل يا بالكثير. اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل. اللي بغى يعملو عيب البيان يعملو حتى هو كيجي مزيون. انا غنخلط هادشي مزيان. دابا ملي كنخلطوا هاد النواشف كيتخلطوا لنا كاملين مع بعضيتو. واحد الريحه د النافع غزاله. ملي ما كتحمصوش مزيان كتدخلوه عين الفران، نطفيو الفران وخليوه يتحمص شويش غير بالحراره. كتبقى فيه هذيك الريحه ديالو غزال النافع وحبه حلاوه. كيجي غزال ما شاء الله. عي جربوه بهذه الطريقه. انا غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. انا غنخلط هادشي مزيان. دابا خلطت هادشي كامل مزيان مع بعضيتو، حكيتو بين يدي كامل. ودابا عاد غنخوي هاد البيان بخاليني. هذا عملتو هيدا باش ما يبقاش مره كيبان. طحنتو مزيان. واللي ما عندوش الماكينه باش يطحن يجمع هاد المقادير كامله مع بعضيتها ويديهم للحانوت يطحنوا. دابا كاينين موجودين يسهل عليكم التماره وكلشي. غيخلطوا لكم مزيان. خليو عي الجنجلان واللوز اللي مهرمش تجيو زيدوا التومه وصافي. دابا غنخلط بهذا الشيء
وديك الساعه نزيد شويه د الزيت، الزيت اللي قليت فيها اللوز، وغنجمع خصها تسدلك مزيان. انا ما خصنيش نعمل لها الزيت بزاف. غنخلطها وغنعملها في الماكينه هي اللي عدلتها. زيت السكر على حساب الحلاوه، كل واحد على حساب الحلاوه اللي كيبغي يعمل الحلاوه. وهاد الصفوف ضروري تحكوه بيداكم باش يتخلط مزيان، باش ما كانت شي حاجه ما مخلطاش معايا اخرى تخلط مزيان باش يجي مذاق واحد كامل مع بعض. غنعملها في هاد العجانه هي اللي عدلتها، يعني عليا الصراحه، غنخليها الدلكه مزيان حتى تطلق الزيت ديالها. ها هي غنخلي هاد الماكينه هي اللي عدلته مزيان ويطلق الزيت ديالو، وديك الساعه نطلق. ها هو قد ما هو كيتسدلك هو كيطلق الزيت ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال السفوف كيفاش كيجي غزال. عي جربوه اخوتي. ودابا غنقطع معكم واحد الطريف كيجي غزال ما شاء الله. عي جربوه كيجي معلك ما شاء الله، اللهم بارك. ها هو فين هو كيفاش كيجي غزال معلك. شو تبارك الله، شو كيفاش كيجي. عي جربوه كيجي غزال.